السلام عليكم حبايبي الغاليين، كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة الفول المدمس. هنعمله بطريقة المطاعم وأحلى كمان، وهنعرف السر في لونه الجميل ده من غير ما نضيف له ألوان صناعية مضرة، وكمان هنعمله بقوام زي الجاهز وأحلى. هقولك على كل التكات اللي تخليكي تعملي أحلى فول في اللون والقوام وكمان الطعم، وده من صاحب المطعم نفسه وعلى طريقة أكبر الشيفات. وهنعمل جنبه أحلى دقة فول زي اللي بنجيبها من بره بالظبط، أو اللي بيقدموها على عربيات الفول. كنت عملت معاكم قبل كده الفول في الدماسة أو الفوالة، والنهاردة هنعمله في الحلة، وهيطلع أحلى فول كهرمان وزي الزبدة. سجليه عندك ضمن تجهيزات رمضان، هيكون حلو أول السحور. كل سنة وانتم طيبين، وكمان موفر ونضيف وضمن كل حاجة فيه. وهقولك ازاي تخزنيه لأسابيع أو لشهور. يلا بينا نشوف الطريقة، بس يا ريت قبل ما أبدأ تعملي لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كيلو من الفول البلدي، بتكون حبايته صغيرة أو وسط ولونها فاتح مش غامق بالشكل ده. وحاولي في الأول تنقيه وتشيلي منه أي حباية تكون مثلا فيها نقطة سودة أو مخرمة، أو الحباية اللي بتكون صغيرة أوي ومكرمشة، يعني بتكون ضمرانة أو فاضية. وأخدته وغسلته كويس أوي تحت الحنفية، وبعدين صفيته. وهنزل عليه بحوالي لتر ونص أو لترين من المية السخنة أو المغلية علشان تسرع من عملية النقع. يعني مش عايزين ننقعه فترة طويلة قوي، يدوب هننقعه ساعتين وبعدين نسويه. وبعد ما مر عليه ساعة كانت المية بتاعته بردت، فغيرت ميته وحطيت له مية سخنة مرة تانية. فقعد في المية السخنة ساعتين، وكانت الحباية زايد حجمها ونفشت عن وقت ما كنا لسه نقعينه. أخدته بقى وصفيته من ميته وغسلته مرة تانية، وبعدين هننزل بيه في الحلة اللي هنسوي فيها. وكنت حاطة فيها مية، وأول ما بدأت تغلي نزلت فيها بالفول، وتكون المية مغطياه تماما على الأقل ب5 سنتي، يعني عقلتين صباع ويمكن أكتر، لأن حجمه بيزيد وبيتشرب ميته. وهننزل عليه بحبايتين من الطماطم بحجم وسط، أو واحدة تكون كبيرة شوية، وليمونة مغسولة وشايلة البذر بتاعها. وضروري تكوني شايلة البذر علشان ما يديناش مرارة في الفول، وهقولك على فايدة إضافة الليمون وإحنا شغالين. ومعايا ربع كيلو من الفول المدشوش بمقدار كوباية ونص لو مش هتوزنيه، اللي هو بتاع البصارة أو الطعمية. وأخدته وغسلته وصفيته، وهنزل بيه على الفول، وبنقلبهم مع بعض كويس. وبنكون معليين النار في الأول لحد ما يبدأ يغلي معانا، وبنكون مخليين الغطا بتاعه موارب، يعني مش مقفول للنهاية علشان الفول ما يفرش مننا. وأول ما يبدأ في الغليان هنهدي عليه النار خالص، وبنغطيه غطا كامل، يعني نقفل عليه كويس قوي. وبتكون ناره زي الشمعة، يعني على أهدى نار عندك علشان يستوي براحته والحباية ما تجلدش مننا، لأن النار العالية هتخليه يغيب في السوى أكتر، وكمان هتخلي ميته تنشف بسرعة وتضطر تزوديله مية كل شوية. وهنا كان مر عليه حوالي ساعتين، فحسيت إن ميته قلت، فهزود له شوية من المية المغلية. يعني لو في نص فترة التسوية المية بتاعته قلت أو نشفت، فهتزوديه مية مغلية مش باردة ولا من الحنفية، لازم تكون مية مغلية علشان الحباية ما تجلدش أو تطلع محجرة ومش دايبة. وهنا كان استوى تماما، فهنشيل بواقي الطماطم والليمونة اللي كنا حاطينها. هو بياخد تسوية حوالي من 4 ل5 ساعات، وكان بلون فوق الممتاز، وده من الطماطم اللي احنا حاطينها. ما شاء الله، الفول هنا كان مر عليه 4 ساعات وكان استوى ودايب، ولون المية بتاعته في منتهى الروعة، بس قوام المية بيكون خفيف شوية. بص على الحباية دايبة وزي الزبدة ما شاء الله. وعلشان نخلي قوام المية بتاعته تقيلة ولفة زي اللي بنجيبه جاهز، هنحتاج لمعلقتين كبار هرميين من النشا وربع كوباية مية، وندوب النشا مع المية ونقلبهم مع بعض كويس. وعلشان نديله لون أحمر حلو زي بتاع المطاعم، هما بيحطوا له لون أحمر غذائي، بتحط منه ربع معلقة صغيرة، يعني شوية صغيرين قوي على طرف المعلقة. هو بيجي من عند العطار، لكن أنا مش هحط ألوان صناعية، وهنحط بداله معلقتين كبار هرميين من الصلصة أو معجون الطماطم. هتديني برضو لون حلو قوي للفول، وكمان هيكون صحي أكتر، فتقدري تختاري بينهم وتحطي اللي يناسبك. وبعد ما قلبت الصلصة مع خليط النشا، بناخدهم وننزل بيهم على الفول، وبنفضل نقلب دقيقة أو دقيقتين علشان ما تكلكعش أو تتكتل مننا. وهنسيبه يغلي على نار هادية حوالي من تلت ساعة لنص ساعة كمان، علشان قوامه يتقل ويلف، وكمان نضمن إن النشا استوت تماما. على ما يكمل فترة التسوية نكون عملنا أحلى دقة للفول. وعلشان نعمل دقة الفول اللي بيعملوها في المطاعم أو على عربيات الفول،
هنحتاج له كوباية من المية، وربع كوباية من الخل الأبيض، ومعلقة كبيرة من عصير الليمون، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم أو المهروس، وهضيف عليهم معلقة كبيرة من الفلفل المهروس أو من هريسة الفلفل سواء بقى كان حامي أو بارد. وهنضيف من التوابل معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة ناعمة، وحبة صغيرين قوي من الشطة أو البابريكا. وبنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها كويس قوي، ودي هتكون أحلى وأطعم وألذ دقة ممكن تاكليها مع الفول، بجد رائعة جدا جدا، وتحسسك إنك قاعدة في أفخم مطعم فول من ريحتها وطعمها اللي يجنن. وهنا خلاص كان الفول بقى بقوام أتقل، والحباية دابت أكتر، ولونه كمان تتحدي بيه الجاهز بجدارة من غير ما ضفنا له ألوان صناعية زيهم، كلها حاجات طبيعية وصحية أكتر. وهغرفه معاكوا علشان تشوفي قوامه بقى عامل إزاي وكمان لونه. أحلى فول ممكن تعمليه، أحلى بكتير وأنضف من بتاع المطاعم. كفاية إننا منقيينه حباية حباية وغسلينه كويس قوي، وأي حاجة إحنا حاطينها ما فيهاش حاجة مضرة ولا ألوان صناعية. النشا ادتنا القوام ده، والصلصة ادتنا اللون المميز، وكمان الحباية دايبة وزي الزبدة. وغرفنا أحلى طبق فول، وبنحط على وشه شوية من الدقة اللي احنا عاملينها، ورشيت عليه شوية ملح علشان يظبطوا طعمه، وكمان شوية كمون. وحطيت له بقى شوية من الطحينة كنت مخففاها بالمية، وحطيت على وشه شوية من الزيت سواء بقى زيت حار أو زيت عادي على حسب ما بتحب طعمه. وبألف هنا وشفا على أجمل وأطعم وألذ شوية فول يستاهلوا بقكم. وهعمل معاكم طبق كمان بس بالتقلية، برضو بيكون طعمه مميز قوي. في طاسة على النار حطيت فيها شوية من الزيت، ونزلت عليهم ببصلاية متوسطة متقطعة قطع صغيرة، وهنشوحها على النار لحد ما تدبل، مش عايزينها تاخد أي لون علشان يكون الفول أطعم. وأول ما دبل نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الثوم المفروم أو المهروس، وشوحتهم مع بعض دقيقة ولا حاجة. وبعدين حطيت قرن فلفل حامي بيخلي طعمه وريحته حلوة قوي. وبعد كده هنجيب طماطمتين صغيرين أو وسط، وهنقطعهم مكعبات صغيرة بالشكل ده، وهننزلهم بقى على البصل مع الثوم، ونقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما الطماطم بدأت تدبل وتدوب مع البصل والثوم، وكانت الريحة في منتهى الجمال. وبعد كده هنبدأ نبهر الصلصة، ونحط لها معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة أو الناعمة، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وبعد كده هنقلب التوابل اللي حطيناها معاهم كويس، وبعدين هننزل عليهم بالفول، وتقدر تحط الكمية اللي انت عاوزاها، وبنقلبهم مع بعض دقيقة أو دقيقتين، وبتشم ريحة الفول في الوقت ده كانت تجوع من جمال الريحة. فول دايب وطعمه وقوامه في منتهى الروعة والجمال. وبالنسبة بقى لإضافة الليمونة اللي احنا حطيناها مع الفول واحنا بنسويه، كان جالي سؤال قبل كده، أختي بتقولي انت بتحط ليمونة في الفول هتخليه يمرر. انت غلط، لا يا جماعة، الليمونة اللي بنحطها مش بتمرر نهائي، بالعكس بتخلي الفول ما يأكسدش ولا يغمق ولا يسود معاكي، بدليل اللون اللي انت شايفاه ده. وكمان بتخلي ريحته تجيب لآخر الشارع، والحلة أو الفوالة اللي بتسوي فيها عمرها ما لونها يغمق أو يزرق معاكي. وعلشان نحتفظ بالفول بعد ما يبرد خالص، حطيه في أكياس تلاجة واقفلي عليها كويس قوي، وبتحط في كل كيس كمية مناسبة ليكي على حسب احتياجك، وبندخله الفريزر بيقعد معاكي فترة طويلة جدا، لأيام والأسابيع وكمان لشهور. وقت ما نكون عايزين نفطر بيه أو نتسحر بيه في رمضان، طلعيه قبلها بكام ساعة ولا حاجة يفك كده مع نفسه، أو تفضيه في حلة وتضيفي معاه ربع كوباية مية وتسيبيه على نار هادية، هيفك من بعضه وهيكون كأنك لسه مسوياه حالا. وبألف هنا وشفا لقلوبكم يا رب، وتاكلوه في الهنا. وكيلو الفول هيعمل لك كمية ما شاء الله كبيرة جدا، وهيكون أوفر بكتير. وكده خلاص خلصنا فيديو النهاردة، يا رب تكون الوصفة عجبتك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة لو بتشوفيها لأول مرة. أشوفكم على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير وصحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.